أهلا بكم معانا في حلقتنا الجديدة من بودكاست أسانسير، وده الموسم الثالث لينا. يا رب يكون المواسم اللي قبل كده عجبتكم. هو يا إيمي، أخبارك إيه؟ كل سنة وانتي طيبة على الموسم الثالث. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يمس كل الأمهات. إيه أسباب تشتت الأطفال خصوصا بعد سيزون الصيف؟ تفتكري يا أمي إيه الأسباب؟ بصي، عشان تكوني عارفة إن ابنك ممكن يكونش محتاج دكتور، هو محتاج إن هو ينام نوم سليم وياكل أكل صحي. إحنا بنيجي بعد فترة الصيف نلاقي إن الولاد مش مركزين لما بيرجعوا المدرسة، ونقعد نركز في تصرفاتهم. يا ترى هم بيعملوا كده ليه؟ تحسي إن تركيزهم متشتت، انتباههم مش مظبوط. ده بيرجع لأن هم ناموا نوم غير طبيعي في الصيف، اتجهوا للتابلت لفترات طويلة جدا، زائد ان هم بياكلوا كانديز بطريقة غير طبيعية. فده ادى الارم للعقل ان دلوقتي في حالة من الهيبرة، نوم غير سليم، اكل غير صحي، وبالتالي نسبة السكريات بتبقى عالية جدا في فصل الصيف، بنديها لأولادنا من غير ما نحس. بالظبط. فطبيعي كل اللي هيدخل للمخ هيطلع مش طبيعي، تشويش غير طبيعي، وهنفكر ان هم عندهم اضطراب نفسي. وخدي بالك برضو من حاجة، هل اللبن ممكن يكون سبب لتشتت ابنك؟ فكري في السؤال ده كويس جدا، وراقبي ابنك بعد ما بيشرب او ياكل منتجات الالبان، يشرب اللبن او ياكل منتجات الالبان، لان ممكن يكون عنده حساسيه خفيفه، ممكن ما تبانش، ما تكونش حساسيه حاده، وده بيعمل تقلب في المزاج وبيأثر على سلوك الطفل من غير ما تاخدي بالك. جربي انك تعملي استبعاد للبن ومنتجات الالبان، لأن هي ممكن تكون بتسبب حساسية للطفل من غير ما تاخدي بالك، لأن ساعات بيبقى فيه حساسية للكازين أو سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، وده بيعمل زي شبه اضطراب للطفل، فتحسي إن هو عنده اضطراب نفسي. جربي كويس جدا تعملي الحركة دي وتشوفي ابنك بعد ما تمنعي منتجات الألبان هيكون سلوكه عامل إزاي. خدي بالك كمان يا ميانا إن العصير الفوشيا مش دايما بيكون بريء، والسكر اللي بيخليهم هايبر دي مش إشاعة. ليه بقى؟ لأن السكريات لما بتدخل الجسم للطفل بصورة غير طبيعية ده بيعمل دوامة من الطاقة، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيزيد السكر فنشاطه بيزيد جدا وبيبقى هايبر جدا، يقل السكر فيحس ان هو متعصب ومتنرفز جدا، فتيجي الام هنا تحتار، طب هو ليه بقى كده وبقى مره واحده كده؟ فبالتالي نجرب ان احنا نقلل السكر ان هو يدخل بصوره غير طبيعيه، ونتجه للسكريات الطبيعيه زي اللي موجوده في الفاكهه وعسل النحل. في بقى حاجة جميلة قوي ممكن تعملها كل أم قبل بداية العام الدراسي، بعد يعني العك اللي حصل ده كله، إنك تعملي مجموعة تحاليل تستبعدي بيها إن ابنك عنده مرض ما، إن هو مجرد بس إن كان عنده لخبطة في النوم، لخبطة في الأكل، بيسهر كتير على التابلتس والموبايلز. فإحنا هنعمل شوية تحاليل قبل ما نبتدي العام الدراسي الجديد بتاعنا. التحاليل دي شاملة صورة الدم الكاملة، التحاليل دي تضم مستوى الحديد ومخزون الحديد في الدم، تحاليل الغدة الدرقية اللي هي الثيرويد هرمونز، تحليل فيتامين بي وفيتامين بي 12 وفيتامين دي، وطبعا تحاليل الحساسية الخاصة بالأكل. ونعمل كمان إن احنا نبعد المنتجات القمح والعيش عن الطفل، لأنه ممكن يكون عنده حساسية من الجلوتين. ناخد بالنا من شوية الحاجات البسيطة دي قبل بداية العام الدراسي بعد لخبطة الصيف الكتيرة، عشان نقدر نطمن إن ولادنا كويسين وما نشكش إن عندهم حاجة كبيرة قوي زي ADHD، زي الاضطراب النفسي والسلوكي، وندخل في دوامة كبيرة قوي والسبب بسيط.
في كمان حاجة مهمة برضو انت نسيتيها معانا، الأوميجا 3. الأوميجا 3 مهمة جدا في تركيز الطفل، بتساعد جدا جدا على تركيزه، وده خصوصا بقى في أيام الامتحانات مهمة جدا. ليه؟ موجودة في حاجات كتير، موجودة في المكسرات، موجودة في التونة، في الأسماك، فاهتموا قوي بالفيتامينز لأن بتفرق جدا في صحة أطفالكم. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله مع صحة أفضل وصيف أحلى ودراسة سموث لأولادنا من غير ما يبقوا متعصبين ومتنرفزين ومطلعين عنا. نشوفكم على خير.